النصر السعودي يواصل الابداع ويواصل التألق بقيادة الاسطورة كريستيانو رونالدو. اداء اكثر من رائع للنصر، النصر بيحقق المكسب الثالث على التوالي، النصر بيصل لنقطة 9، النصر في المركز السادس، مش المركز اللي متعودين عليه للنصر، ولكن النصر جاي من بعيد زي ما بيقولوا. النصر كان تعثر اول جولتين، ولكن 3 جولات على التوالي النصر بيقدم مباريات قويه واداء عالي وتهديف ما شاء الله عالي ولعب كوره من الطراز الاول. كريستيانو رونالدو موجود في الملعب، تطمن على النصر، تطمن ان هو هيعمل كل حاجه. النهارده بيعمل 2 اسيست وبيجيب هدف رائع جدا، اداء جماعي كبير جدا، شايفين جماعيه كبيره جدا لنادي النصر. غريب بيجيب جون، اوتافيو بيجيب جون، كريستيانو رونالدو بيجيب جون، خيبري بيجيب جون، ساديو ماني بيجيب جون. ساديو ماني حابب اتكلم عليه بشكل كبير، لان احنا اتكلمنا ان ساديو ماني في البدايه ما كانش منسجم بشكل كبير، لكن ساديو ماني بدا يخش في الترس وبدا يشتغل بشكل هايل جدا ومكون جبهه شمال رائعه جدا جدا. النهارده عبد الرحمن غريب بيقول وبيرد على الناس كلها انا استحق ابقى موجود في التشكيله الاساسيه. لعيب هايل، لعيب رائع جدا، بيشتغل بشكل كويس جدا على الجناب وبيتحرك يمين وشمال بشكل هايل. عاجبني جدا سلطان الغنام في تحركه، سلطان الغنام بيعمل جبهه يمنى رائعه جدا، بيجي من تحت كده وبيطلع بشكل هايل جدا بالكوره. وسط ملعب النصر عامل قوه، كنا بنشتكي وبنتكلم السنه اللي فاتت ان وسط ملعب النصر فيه مشاكل كبيره جدا، ولكن بانضمام بروزوفيتش وتواجد اوتافيو وخيبري معاهم النهارده عملوا شغل رائع جدا. بروزوفيتش ما شاء الله ما بيرتاحش، في كل حته في الملعب بيتحرك يمين وشمال وتلاقيه في ال 18 كتير وبيطلع يكمل وبيعمل عرضيات، لعيب هايل جدا ومكسب كبير للنصر. باكد كمان لما سيكو فوفانا يرجع الفريق هيفرق بشكل كبير جدا. في تواجد طبعا الاسطوره رونالدو اللي لا يكل ولا يمل من عمل دوشه كبيره جدا لدفاعات الخصم، بيتحرك كتير جدا وبينزل وبيسقط وبيوسع مساحات لزمايله بشكل هايل جدا. فريق النصر بدا يلمس وبدا يقف على رجله وبدا يشتغل بشكل كبير. مش عايزين ننسى النهارده في هدف رائع جدا جابه فريق الحزم لبدا موسى، جاب جول حلو جدا جدا بالكوره مفاجاه كده من بعد نص الملعب، زق الكوره ولعبها مره واحده بيفاجئ بيها حارس مرمى النصر. جون من اجمل اهداف الموسم، جون كان عكس سير اللقاء صراحه، لكن دفاع النصر النهارده ايضا كان عامل مباراه كبيره، بيقرب على نص الملعب بشكل كبير، بيقلل المساحات، ما بيديش فرصه او ما اداش فرصه للعيبه الحزم ان هم يعملوا او يشكلوا هجمات خطره خالص. بالعكس النصر كان ماسك كوره في نص ملعب الحزم بشكل كبير، بفضل طبعا النجوم الكبار اللي موجودين في الملعب بقياده الاسطوره كريستيانو رونالدو. النصر خطوه خطوه بيطلع لقدام، ماشي بشكل ثابت، في لعب كوره، في اداء جماعي، وده مهم جدا. في حاله من الجماعيه حتى لما بيجيبوا جون وبيفرحوا تلاقي اللعيبه بتروح مع بعض واللعيبه في ألفة بينهم وفي حاله حلوه. اعتقد ده سبب فيه كبير جدا تواجد لعيب كبير واسطوره زي كريستيانو رونالدو. الف مبروك لكل جماهير النصر، مكسب النهارده لعبا واداء ونتيجه كبيره ما شاء الله. في انتظار ما هو قادم من مباريات الدوري السعودي، ما زال في الطب وما زال مشتعل بشكل كبير.